يعني بصراحة أنا بالنسبة لي الخبر ده مستفز قوي. يعني إدارة الزمالك استقرت على رحيل بيسيرو في نهاية الموسم. يعني أنت خلاص استقريت إن الراجل ده مش هيبقى موجود معانا عشان الراجل ده فاشل آخر الموسم ده. يعني أنت هتمشيه، يعني هو فشل. طب ما تمشيه دلوقتي. انا مش عارف بصراحه، هل هو لو مشي دلوقتي هيبقى في شرط جزائي عالي مثلا فالنادي مش هيقدر يدفعه، ولا ايه السبب اللي هم يستنوا عليه لاخر الموسم وبلاش يمشي دلوقتي؟ بس انا يعني بالنسبه لي كجمهور، يعني انا شايف ان انا مش هكسب كاس مصر خالص او ولا هفوز على بيراميدز طول ما الراجل ده معايا، لان الراجل دوت يعني ما عندوش اي تفكير. يجي حد هيقول لي مثلا لا، ان يجي مدير فني من بدايه الموسم ومش عارف ايه يبقى احسن. ماشي احسن، بس انا دلوقتي ببص على اللي انا عايز اعمله. انا دلوقتي عندي ماتش نهائي كاس مصر قدام بيراميدز اللي هو اقوى فريق في مصر، وتقريبا دي البطوله الوحيده اللي انا حظوظي فيها لسه موجوده. يعني الدوري بعيد شويه، في منافسه لكن مش انا الاقرب، يعني بيراميدز الاقرب والاهلي. تقريبا بيراميدز خلصت الدوري، الكونفدراليه خرجت منها، فالحاجه الوحيده اللي هتفرحني اللي هو كاس مصر. يعني فعايز احافظ عليه ان انا اكسبه. فشايف ان لو في اي امل ان الراجل ده يمشي قبل نهايه الموسم يا ريت يحصل وفي اسرع وقت، لان حتى لما يجي حد تاني يقدر ان هو يعني يعرف الفرق. طبعا الحد التاني ده هيكون مدرب مصري مش هيكون مدرب اجنبي، لان انا مش هلحق اجيب مدرب اجنبي يفهم اللعيبه ويفهم الفرقه والكلام ده، فهيبقى مدرب مصري، يعني مش قصدي اجنبي خالص.